صباح الفل، صباح الخير، صباح الياسمين. عاملين ايه؟ وحشتوني قوي قوي قوي. آه يا رب تكونوا دايما بخير يا ستاتي حلواتي اماراتي اشطاط، ويكون يوم جديد عليكم يا رب، اللهم امين. معلش انا كانت الكاميرا متسرعه شويه وانا بكلمكم، فكنت بفتح البلكونه علشان اهوي الدنيا كده والشمس تدخل الاوضه يعني. هنضف معاكم النهارده وهعمل روتين خفيف كده بسيط. يعني انا بقسم الشقه بتاعتي كل مثلا يوم ولا حاجه بعمل حاجه علشان ما الدنيا ما تبقاش تقيله عليا. هنضف معاكم الاوضه، وكمان هحط الغسيل في الغساله واحطه في المجفف ونطبقه مع بعض، وهمسك الاوضه هنضفها معاكم. قولوا لي انتوا بتمشوا يومكم ازاي، اكتبوا لي في الكومنتات بترتبوا يومكم ازاي او بتعملوا ايه في البيت وكده. انا بقسم الشقه بتاعتي، مثلا بعمل كل يوم اوضه، وساعات ممكن ايه الجنونه بتاعتنا اللي بتضرب دي فجاه تقومي تروقي الشقه كلها. يعني ساعات بحس ان انا لا محتاجه ان انا اقلب الشقه كلها مره واحده، وساعات بلاقي اوض نظيفه ايه يعني بنضف الاوضه اللي محتاجه قوي تنظيف وكده. انا الاوضه دي على طول قاعدين فيها بتاعت ولادي، بس يعتبر على طول ايه موجودين فيها. عندي اوضه تانية حاطه فيها الدولاب والسرير والمكتب ومكتبه صغيره كده. دي برضو بتاعت ولادي، بس احنا قاعدين في دي ايه، هما بيحبوا يناموا في دي يعني. فاحنا على طول قاعدين في الاوضه دي الصراحه. معظم قعدتنا بناكل ونشرب، وكمان التلفزيون فيها وكل حاجه يعتبر ان احنا قاعدين فيها. بصوا عندهم هوس بالمناديل ولادي، يعني اللي عنده ولاده زي كده يقول لي في الكومنتات. اللي يمسك المنديل ممكن يمسكوه اصلا ما يعملوش فيه اي حاجه ويطلعوه بس من علبه المناديل يرموه في الارض. هوايه عندهم ان هم يعملوا الموضوع ده. فربنا يبارك فيهم ويحفظهم يا رب. هنعمل لهم ايه؟ ربنا يهديهم علينا. انا كده بكنس الاوضه الاول، وبعدين همسح ولمع، وبعدين ايه همسح الارض. لازم حتى لو عشتنا بسيطة او عفشنا بسيط او حاجتنا بسيطة، لازم نبقى راضيين وفرحانين ومبسوطين. يا رب نفسيتنا كلنا دايما تبقى مبسوطة وفرحانة. انتي اللي بتعملي كده في نفسك، انتي اللي تقدري تفرحي نفسك قوي وتعيشي كويس وتبقي راضية. وانتي برضو اللي تقدري طول ما انتي قاعدة تبقي مكتئبة وزعلانة ومتضايقة، وتبقي دايما بتفكري في مستوى غيرك. ببص لغيري، ده عنده، ده جاب، دي جوزها جاب لها، دي لبست، دي اشترت دهب، دي معاها فلوس، دي عندها شقة، ده عندها بيت عربية. احنا لو فضلنا نبص كده هنتعب ومش هنعيش اصلا، وخلاص هنبقى مش حابين عيشتنا، مش حابين فرشنا، مش حابين لبسنا، مش حابين اي حاجة بنعملها، لان احنا باصين لغيرنا. انما لما نرضى بعيشتنا ونعيش باقل حاجة ونحاول نغير نفرح نفسنا، يعني انا ممكن اغير السرير من اتجاه لاتجاه ابقى فرحانة ومبسوطة. ممكن ستارة جديدة برضو تفرحني. بصوا انا التكييف كان بره بايظ جدا، الشقه اللي فوقيه كانت بتتوضب، فاسمنت وحاجات عماله تقع عليه. مسكته الصراحه بالسلكه، نضفته كويس قوي لانه كان متوسخ جامد زي ما انتوا شفتوه كده، كانوا بينزلوا عليه اسمنت وتراب من فوق وبوهيه وكده. فمسكته نضفته كده تنظيفه حلوه الصراحه، عشان كان بقالي فتره كنت سايباه بسبب ان انا كل ما انضفه يوقعوا لي عليه، كل ما انضفه يوقعوا لي عليه. فقلت لا، لما يخلصوا خالص بقى هبقى ان شاء الله انضفه يعني. فهم خلاص اللهم لك الحمد اخيرا يعني الشقه اللي فوقينا خلصت، علشان بتتوضب لعروسه يعني. ربنا يرزق كل مشتاق يا رب، ويرزق كل البنات المسلمين يا رب، اللهم امين، بالزوج الصالح والذريه الصالحه. بس نضفته الحمد لله. قلت بالمره بقى ان انا هنضفه. في حاجات احنا لازم ما ننساهاش زي كده، حتى لو كل فتره هتعمليها يعني.
فانا بقسم يومي كده ايه الحمد لله. يعني انا نظفت الاوضه دي وفرشتها وعملت عملت التكييف، كمان عملت البلكونه بس ما عملتهاش معاكم الصراحه عشان الفيديو ما يطولش. نظفت الفرنه اللي انتوا شفتوها دي، وكمان مسحت ونظفت عشان كنت بعمل رقاق. انا بحب اعمل كل حاجه بايدي في البيت الصراحه وكمان بتبقى نظيفه في البيت. يعني بلاش كل حاجه نعتمد ان احنا نشتريها من بره طالما بنعرف نعمل. انا بحب جدا الجو الاسري كده، وان انا افرح اولادي حتى هم متعودين. يعني الحمد لله الحمد لله كانوا الاول ممكن كانوا يحبوا ان هم ايه ياكلوا اكل من بره، نشتري اكل من بره وكده زيهم زي اي اطفال. الحمد لله مع الوقت قدرت اسيطر عليهم، وبقيت الحمد لله يعني اعمل في البيت، اعمل كيكه وازوقها. وانتوا عارفين الاطفال بيحبوا طبعا الشوكولاتات والحاجات دي، ولما تعملي شكل حلو فيها بتلاقي نفسك ان انت ايه يعني بتبتكري وكده وبتغيري. هتلاقي الطفل مره في مره بيحب اكل البيت. انا بقيت اعمل التورته من البيت، مره ما حبوهاش، مره قالوا لا، مره لا اشترينا من بره يا بابا مش عايزين من هنا مش عارفه ايه. بقيت اشوف انا ايه اللي انا بعمله ناقص وممكن اعمل ايه علشان اشدهم واغيره. انت كمان اعملي كده لو عندك اطفال وبيغلبوكي، اعملي كده يعني غيري في شكل التورته، حطي كريز، حطي اعمليه على اشكال مثلا شكل بيضحك، يعني اي رسمه اعمليها. كمان بدأت ان انا مثلا اعمل الزلابيه بالشوكولاته، اعمل فشار بالكراميل، اجيب المقرمشات او الفنكوش اللي انتوا عارفينه ده واحط عليه طعم الجبنه طعم الكاتشب، حسب ما طفلك بيحب تعمليه. حاولوا تحببوهم في حاجه البيت. بالنسبه للامراض والحاجات اللي احنا فيها دي مش مستاهله خالص ان انت تخلي اطفالك تستسهلي وخد المصروف وهات في المدرسه او خد الفلوس وانزل هات. لا، خلي عندك ان انت عزيمه ورضا كده وفرحه، وان انت تهتمي بصحه اولادك، ان انت تخليهم يحبوا البيت، يحبوا كل حاجه في البيت. يعني انا فعلا والله العظيم حرفيا كانوا ولادي بيحبوا برضو الشيبسيهات والكراتيهات والكلام ده. وانتوا عارفين بقى احنا رايحين النهارده عند تيتا هتظبطنا بقى. طبعا انا كل حاجه لا لا لا، هما بقى هناك لا هنجيب لكم لا هتاكلوا لا هتعملوا، فاهمين؟ فالحمد لله بقدر اسيطر عليهم بقدر الامكان، من كتر ما انا يعني دايما اقول لا ده غلط ده يضرنا. والحمد لله برضو في مدرستهم مدرسه جميله بتساعدني في كده، ان هي تقول لهم لا الشيبسيهات لا ممنوع، ما بيبيعوهاش حتى في المدرسه. يعني بيوجهوهم معايا للاكل الكويس وايه الاكل الوحش وكده، فبداوا يقتنعوا بكلامي الحمد لله، لان لقوا اتجاه تاني نفس كلامي بيقول لهم ان الشيبسي غلط ده مضر ده كذا ده كذا. وزي ما قلت لكم قبل كده عشان هم كمان ولادي عندهم حساسيه، يعني المفروض ان هم ما ياكلوش حاجات زي كده اصلا. طبعا اللي عنده طفل عنده حساسيه عارف الكلام ده اللي انا بقوله غلط جدا جدا، وبيزود كمان نسبه الحساسيه وبيعليها. فما بينفعش ان انتي تسيبي طفلك ياكل كتير، حتى لو مره على نفسه تمام مفيش مشكله، انما كتير لا. فانا بحاول ان انا اعمل رقاق في البيت، بعمل عيش شمسي ساعات، بعمل عيش مصري، بعمل لو هعمل صينيه الرقاق بعمله على طول الصراحه، بعجنه كده وبحاول اسهل على نفسي واحب الدنيا كده. بصوا انا هغير اتجاه لا يا ربي ما غيرتهوش، تصدقوا انا مش فاكره غيرته ولا لا. دماغي لفت. اصلا انا غيرت اتجاه السرير. غيرت اتجاه السرير. بصوا فاصله خالص يعني. غيرت اتجاه السرير، قلت اغير في الاوضه يعني شويه وكده. كنسته ومسحته وراه. انا اصلا كنت شايله المرتبه وكنت لسه كنسه ومنضفه تحته يعني، فعشان كده انا لما لفيته مسحت الحته اللي وراه بس، عشان دي كان واقع فيها حاجات كده يعني من العيال وكده بس. وما غيرتش حاجات كتير، هو بس غيرت اتجاه السرير وخلاص. وان شاء الله بقى باذن الله هبقى ابيض معاكم الاوضه. قولولي بقى ابيضها ابيض برضو ولا اعمل فيها ايه. كمان عندي الطبلات بتاعه الاطفال دي للاسف كنت معلقاها، لو شايفين مكانها اهي في الحيطه بس وقعت مني. الدبل فيس كنت عاملاها بيه فك. لو في حاجه اقوى قولولي ايه هي اللي ممكن احطها مثلا، عايزه اعلقها وبس. قلت ان شاء الله باذن الله لما ابيض الاوضه
ربنا باذن الله يفرجها عليا وعليكم يا رب ان شاء الله، وابيضها معاكم. قولوا لي بقى ابيضها نفس اللون ابيض ولا اعملها لون تاني ولا ايه، مش عارفه. كمان عايزه ابيض الشباك باذن الله، بس مش عايزه اعمله ابيض، نفسي اغيره اي لون تاني يعني. او ممكن برضو يعني لما يكون اللون الابيض لسه متبيض وكده اكيد هيفرق، ممكن اعمله. اقترحوا عليا بقى اعمله ابيض ولا لا برضو هو كمان. بس احنا بأبسط حاجة ممكن نغير في المكان يعني. بصوا انا غيرت اتجاه السرير، وممكن تغيري الستارة، ممكن تغيري اتجاه السجادة، ممكن والله العظيم بتفرق الحاجات دي جدا. انا بدور على اي حاجة ممكن تكون تعمل سعادة في البيت. انا ما بحبش حد يكشر في وشي جدا قوي يعني، ما بحبش حد يكتئب في وشي ولا يكشر ولا يزعل ولا لا لا لا، مش مستاهله الدنيا اصلا. فانا بحب دايما ابقى فرحانه ومفرحه ولادي. بحب اراضيهم حتى لو بابسط اي حاجه، اي حاجه في البيت يعني. لو شويه زلابيه تفرحيهم بيها، تقعدي تتكلمي معاهم، مش شرط اكل ولا ايه، تقعدي تلعبي معاهم. طبعا انت عليكي ضغوطات وكل حاجه في البيت وتنظيف، بس اكيد يعني بيجي عليكي وقت هما محتاجينك تقعدي تتكلمي معاهم. عملتوا ايه النهارده في المدرسه، عملتوا ايه مع اصحابكم، عملتوا ايه مع المدرسين في المدرسه، ايه اللي حصل، ايه اللي حصل في الباص، ايه اللي كده يعني، فاهميني؟ بيبقوا فرحانين جدا وبيفرق معاهم ان انتي بتسألي، ان انتي بتتكلمي، فاهمين؟ فحاولي تدي كل حاجة في بيتك وقتها. نقعد نتفرج ونشجع بعض على النت وكل حاجة يعني. ممكن فيديو زي ده يشجعني ان انا اقوم اغير، اقوم اعمل، اقوم انضف، اتكلم مع اولادي، فاهميني؟ بس يعني مش طول الوقت افضل ماسكة التليفون وقاعدة، لا. حابة لنفسي وحابة لولادي وحابة لبيتي وحابة لزوجي. هتلاقوا الدنيا مشيت جدا وحياتك بقت مرتبة والحمد لله الدنيا متيسرة، وانتي راضية عن نفسك وراضية عن بيتك، وبيتك نظيف. حتى لو بأبسط حاجة، حتى لو بيتك بسيط زي كده برضو مفيش مشكلة. هتلاقوه بقى قصر، وبقى حاجة جميلة ومفرحاكوا، وهتبقي راضية جدا يعني. انا على الحبة دول. بصوا بقى الهرم، بصوا بقولكوا ياني يا لهوي. غسيل قد ايه. كنت عند والدتي قاعده كذا يوم هناك، وكنا واخدين هدوم معانا الصراحه. كان في هدوم هنا في غسالتي، كنت يعني سايبه حبه صغيرين كده، وقلت ايه هاجي اغسلهم وتمام مفيش اي حاجه. فللاسف لما روحت هناك لقيت والدتي تعبانه وكده، ولادي قعدوا يغيروا ويخلعوا، ما عرفتش اعمل اي حاجه هناك الصراحه. كنت بخدمها هي وعلشان كانت تعبانه جدا، وروقت لها الشقه وكده، فمعرفتش اعمل حاجه. جبت الغسيل كله بقى معايا وانا جايه. والحمد لله يعني. غسلته. المجفف ساعدني، المجفف بيساعدني كتير الصراحه. ان انا مثلا على ما اخلص زي كده مسحت الاوضه ونضفتها، المجفف بينشف الهدوم، باخد اطبق على طول واشيل. بحط كل زي ما قلت لكم قبل كده، بحط كل بيجامه ببنطلونها جوه بعض بتاع عيالي الصغيرين يعني، علشان خاطر لما شد يبقى الدنيا سهله. حتى لو هما جم يطلعوا يعني، ساعات بعودهم ان هما يعتمدوا على نفسهم، بيعرفوا ايه يشدوا كده الحاجه تبقى ما يقعدوش يدوروا، ويعرفوا يطلعوا على طول. كمان بنسق الدولاب. ان انا بحط حاجه الخروج لوحدها، وحاجه الخروج كله بخليه كده لوحده، والجواكت بتتعلق، البناطيل بخلي لها زي ركن كده او رف مثلا، بحط كل البناطيل فيه لو خروج بقى لو اي حاجه يعني، بحطه لوحده. الترنجات على بعضها. باديهات وبلوفرات. معلش انا اسفه. بلوفرات وباديهات برضو بحطها على بعضها عشان الدنيا تبقى سهله. تيجي تطلعي او هم حتى لو خليتيهم يعتمدوا على نفسهم، يلاقوا الحاجه سهله بالنسبه لهم، يعرفوا ان دي بلوفرات. بصوا انا هنا بقول لكم اللي انا قلته لكم ده، يبقوا عارفين ان دي بلوفرات، دي بناطيل، دي دفايات، دي كده، فاهميني؟ هتبقى متسهله عليكي جدا جدا جدا. لبس الخروج برضو نفس الكلام، تخليه على جنب كده وتعلقيه وتعدليه. لو عندك مكوه بسيبها الصراحه بالمره بره علشان تبقى قدامي والحق ايه، ويعني ما كسلش بقى واركنها وبعد كده اقول يا نسيت لا. كل حاجه الخروج زي ما قلت لكم بخليه على جنب اهو. بصوا انا عامله الجنب اللي هنا ده كله بقول لكم ده كله ترنجات، واللي جنبه ده بلوفرات، وده ترنجات ابن التاني يعني. انا مخليه فاصل ما بينهم هما الاتنين
هنا بقى ايه بتاع بنوتي الصغيره تحت، حاطه لها هدومها هنا، الهدوم الخروج، وتحت البيجامات، وهنا الملايات بتاعتهم بتاعت السراير الاطفال يعني حطاها هنا اهو. بصوا البيجامات حطها لها في بعضها، ولبس الخروج حطاه فوق. لازم بنظم الدنيا كده عشان تبقى سهله. يا رب الفيديو يكون عجبكم، واكون قدرت ابسط عليكم اي حاجه او افيدكم. لايك بقى واشتراك وكلمه تكبر الخاطر كده. بصوا انا كان في غسيل تاني هنا حطيته وشغلت عليه المجفف تاني، بس الصراحه المجفف ده اختراع جميل، حتى في زرار حمايه للاطفال انه ما يلعبش